هنتعلم في الفيديو ده طريقة عمل الشنطة الهاي ويست او اللي هي بتتلبس على الصدر. طلع تريندي جدا قوي السنة دي. بصوا طريقتها سهلة جدا بخيط مكرمية مصري، تقدري تستخدمي اي خيط عندك، بس انا حبيت ان هي تبقى بخيط مكرمية مصري علشان تبقى خفيفة، وكمان هتبقى احلى لو بخيط مكرمية البيور، هتبقى احلى واجمل بكتير. تعالوا بقى نشوف هنعمل الشنطة ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا نبدأ ونشوف هنستخدم ايه في الشنطة. انا هستخدم حوالي نص كيلو من المكرمية المصري مع ابرة رقم 5، وهنستخدم كمان المزورة علشان هقول لكم مقاسات الشنطة، يعني كده لو انت مثلا هتستخدمي خيط تاني. اول حاجة هنعمل ايه؟ اول حاجة هنعمل الدايرة السحرية. طب الدايرة السحرية بتتعمل ازاي؟ هنربط كده عادي، شفتوا ربطت يعني عادي، ورحت قلبتها الناحية التانية، وبكده خلاص الدايرة السحرية اتعملت معايا. شفتوا اسهل من كده؟ هنبدأ بقى نسحب الخيط بالشكل ده ونرتفع سلسلة للتثبيت، وبعد كده نشتغل داخل الدايرة دي 6 غرز حشو. هنا عملت داخل الدايرة 6 غرز حشو زي ما انتم شايفين، وبدأت بقى اشد الدايرة السحرية واقفلها بالشكل ده علشان اقفل الدايرة خالص. وهاجي في اول سلسلة دي اعمل فيها غرزة منزلقة، يبقى كده انا كونت معايا اول صف من 6 غرز حشو في الدايرة السحرية بالشكل ده. هحط بقى ماركر اي خيط مختلف عندك بالشكل ده كده، وبعد كده بقى هبدأ اشتغل بقى الصف التاني. الصف التاني مش هنشتغل غرزة حشو داخل السلسلة اللي هي السلسلة العادية، لا بصوا شايفين السلسلة دي كده، شايفين حرف الفي ده ومن ورا بيبقى شكله عامل كده، شايفين بيبقى فيه خيطين اهم، الخيطين دول هبدأ ادخل في حرف الفي ده بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين اهو. بصوا هدخل، وبعد كده شايفين الضلعين بقى دول لازم الابرة تدخل في وسطهم كده. بصوا هو اول سطر ده بيبقى صعب، بعد كده هتلاقي الابرة بتمشي بسهولة جدا. اطلع بقى اخد غرزة حشو بالشكل ده تمام، واعمل في نفس الغرزة تاني غرزة حشو في نفس المكان. فالصف ده انا هعمل فيه تزايد تمام، تزايد عادي جدا، في كل غرزة هشتغل غرزتين حشو. هبدأ بقى اشد كده بس ايه واقفل الدايرة شايفين، وابدأ بقى الحرف الفي ده السلسلة التانية او انا عندي 6 سلاسل من اللي هي حرف الفي ده، فهبدأ اشتغل في كل واحدة 2 غرزة حشو. شايفين لازم الضلعين دول، بصي الضلعين دول ادخل من ايه الابرة تدخل كده في وسطهم تمام. هشتغل برضو 2 غرزة حشو، شايفين بوريكم اهو بالشكل ده غرزة حشو، واسيب الخيط ده كده شوية علشان بعد كده السطر اللي بعده بصوا وانا بطلع كده الخيط يبقى سايب كده شوية عشان السطر اللي بعده يبقى سهل عليا ادخل في الغرزة في غرزة يعني حشو. هبدأ بقى اشتغل الصف ده كده غرزتين حشو في كل سلسلة لحد ما يتكون لي عندي 12 غرزة حشو بالشكل ده، بشكل داخل السلسلة ده. انا بقى هقول لكم ازاي الدايرة، او احنا هنعمل زي دايرة كده تبقى دائرية، ما تبقاش يعني ساعات كده لما بنيجي نعملها ما بتبقاش مظبوطه، او بتبقى مثلا بتاخد شكل سداسي شويه. لا انا هقول لكم تريكايه حلوه قوي استخدموها في كل بقى مفرش. هتعملي مفرش دائري، هتعملي مثلا كوستر، هتعملي اي حاجه عايزاها تبقى دائريه يعني تطلع كده شكل دايره، ما تطلعش شكل سداسي او شكل اللي احنا عارفينه ده لما بنشتغل كده يعني بالتزايد العادي بتاعنا. فهقول لكم تركايه حلوه قوي تستخدموها بقى في كل حاجه. شايفين هنا بقى، بصوا بقى هنا قفله السطر بعمل ايه؟ شايفين اخر غرزه دي المفروض بعمل لنا غرزه حشو واطلع على طول، لا انا باجي بصوا في اخر السلسله. هعيدها لكم تاني دلوقتي اهو. هنا المفروض ان انا بعمل غرزه حشو وبطلعها كده، لا دي اخر غرزه في الصف، انا وصلت خلاص للماركر. شايفين بقى السلسله دي، شايفين الضلع اللي هو الخلفي، ادخل فيه كده واسحب كاني بسحب منزلقه، اسحب بقى من 3
خيوط بالشكل ده عشان تطلع معايا مظبوطه. في كل قفله سطر هقفل بالشكل ده. تمام، نقفل كويس عشان بتوسع معانا. في كل اول سطر هبدا بقى احط الماركر بتاعي، ده بدايه اول السطر اهي. تمام، المفروض بقى في السطر ده بنعمل ايه؟ انا هنا عملت كل غرزه غرزتين. المفروض ان احنا في السطر ده بنعمل غرزه فردي وغرزتين زوجي في نفس السلسله. هنا اول سلسله اهي بنفس الطريقه كده هعمل غرزه حشو عاديه، وفي السلسله اللي بعدها على طول هعمل غرزتين حشو. تمام، بعمل التزايد معايا في السطر ده بالطريقه دي، غرزه فردي وغرزه زوجي. تمام، يعني انا هعمل بقى ايه في السطر ده؟ التركايه بقى هنا في اخر السطر ده، في اخر السطر ده بقى التركايه اللي عشان تطلع معايا الدايره دايره يعني. تمام، انا هنا بقى شغاله اهو غرزه فردي وغرزتين في نفس السلسله. تمام، انا بقى هكمل غرزه وغرزتين غرزه وغرزتين لحد ما اوصل للماركر. هنا انا هو وصلت خلاص للماركر. هنا المفروض ان انا بعمل غرزه وغرزتين حشو، هنا غرزه وهنا غرزتين حشو. لا، انا هعمل غرزه فردي وغرزه كمان فردي، يعني اخر غرزتين دول نعملهم فردي. شايفين المفروض هنا دي انا بعمل غرزتين، لا انا هعملها غرزه واحده وابدا لا اقفل بقى. شايفين بقفل ازاي؟ بقفل في الضلع الخلفي واسحب كده. في كل سطر لازم نقفل كده. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ احط الماركر بتاعي هنا بقى المفروض ان انا ايه عامله اتنين في اخر دول اتنين فردي. هبدا السطر ده بقى بغرزتين زوجي. هنا هبدا السطر بغرزتين زوجي. تمام، اهو بالشكل ده كده، غرزتين غرزه تانية كده. تمام، هعمل ايه بقى؟ هبدا بقى اشتغل في السطر ده تزايد ايه؟ اتنين فردي وواحده زوجي. يعني هبدا اعمل في كل سلسله غرزه حشو عاديه، والسلسله اللي بعدها غرزه حشو، وفي تالت سلسله هعمل ايه؟ التزايد بتاعي. تمام، بالشكل ده اهو. دي 1 2، وفي التالتة هنا بعمل غرزه تزايد 2. تمام، بالشكل ده. هكمل بقى انا اخر السطر برضو كده غرزتين فردي وغرزة، يبقى في التالتة بعمل ايه؟ غرزتين تزايد. تمام، بالشكل ده. هكمل بقى انا اخر السطر عشان وقت الفيديو بس ما يطولش معانا، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. تمام، هكمل اهو. هنا بقى بصوا، هنا انا عملت الغرزتين وبعد كده بدأت عادي جدا في تالت غرزة بعمل تزايد. هكمل لاخر السطر الماركر وارجع لكم تاني. شايفين هنا اهي 1 2، وفي التالتة المفروض بنعمل تزايد. دي التالتة اللي هنعمل فيها تزايد كده. انا خلاص قربت على اخر السطر. شايفين بقى في غرزة فاضلة قبل ما انهي السطر، هقفلها عادي. ادي هقفلها. شايفين هقفل، لازم طالما جيت على الماركر يبقى هقفل بنفس الطريقة دي. امال انا حاطه الماركر ليه؟ عشان اقفل بنفس الطريقة اللي انا بقفل بيها دي. شايفين اهو. انا بقى هعد. بصوا، انا المفروض قبل الماركر كنت عامله واحده او سلسله، فهنا هعمل في التالتة برضو غرزه تزايد. يعني بصوا، ادي 1 ادي 2. شايفين 3 4 اهو كده. انا هشتغل في الرابعة تزايد. يبقى بدأت السطر ده، بدأت التزايد عادي 1 2 3، وفي الرابعة عملت ايه؟ تزايد. هكمل لاخر السطر بنفس الطريقة. تعالوا بقى نشوف هنا. بصوا، انا بداية يعني خلاص في اخر السطر المفروض اعمل هنا 1 2 3، وفي الرابعة هعمل تزايد. هكمل 1 عادي. تمام، 2 تمام، 3 خلاص وصلت للماركر بتاعي. هقفل بقى، هقفل القفله. انا بعد وانا ماشيه دلوقتي بعد. تمام، ادي 3 هحط الماركر، وفي الرابعه هعمل تزايد. في دي هعمل تزايد. يعني ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي خلاص وصلت للماركر وانا شغاله مثلا في غرزه، هنا الغرزه الرابعه تزايد. هكمل لحد ما اعدي الغرزه الرابعه. فاهمين قصدي؟ يعني مثلا انا هنا اهو عملت، بصوا هنا اهي عملت 1 2 3 وجي الماركر،
اكمل في الرابعه، بس لازم احط الماركر واقفل القفله بتاعتي في الماركر، لازم اقفل القفله، وبعد كده اشتغل ايه، اكمل التزايد بتاعي. هنا بقى تزايد جديد في الخمسه، هعمل ايه، غرزه تزايد. يبقى انا هنا في الصف ده ببدا اشتغل غرزه تزايد في الغرزه الخامسه. فاهمين التركايه يا رب؟ بس اكون قادره ان انا اوصل لكم التركايه. التركايه ان احنا بنيجي عند الماركر بتاعنا بنلاقي لسه في مثلا غرزتين وهبدا اعمل التزايد بتاعي، بعديهم بس بقفل القفله بتاعتي في الماركر بتاعي واكمل التزايد لحد ايه، بعد الماركر. فاهمين؟ يعني انا دلوقتي هكمل اهو، هوريكم برضو في السطر ده ازاي. هنا عملت اهو التزايد هنا بعد الماركر 1 2 3 4، وفي الخامسه عملت تزايد. هبدا اشتغل كده لحد اخر السطر في الخامسه بعمل تزايد. شايفين بقى هنا بقى اهو، هنا هيوضح اكتر. هنا المفروض بعمل 1 2 واقفل السطر. انا عايزه اعمل في الغرزه الخامسه، فبكمل الغرزه الخامسه. يعني ايه؟ يعني بصوا انا هعمل هنا 1 2، خلاص دي جينا الماركر هقفلها، هقفل تمام. 2 هكمل بقى عادي، احط بس الماركر بتاعي، اهم حاجه نحط مكان الماركر. ادي 1 2، بصوا التزايد ادي 1 2 3، هكمل كده 3 4، وهنا بقى في الخامسه هعمل تزايد. تمام، في الخامسه هعمل ايه، تزايد. بس كده خلاص انا عديت الماركر وعملت التزايد بتاعي كامل. هبدا بقى كاني ببدا من اول، يعني من السطر. يبقى هنا في السطر ده هبدا في السته هي اللي هعمل فيها تزايد، يعني اعمل غرزه والتانيه والتالته والرابعه والخامسه، وفي السادسه هعمل فيها تزايد، واكمل بقى لحد اخر السطر. في السادس سلسله هي اللي بعمل فيها تزايد لحد ما اوصل للماركر بتاعي، وبقفل القفله بتاعتي وبشوف هل فاضل مثلا. هنشوف هنا بقى في السطر ده عشان اوريكم. بعد كده هنكمل بقى لحد ما تكبر بقى الدايره. شايفين؟ بصوا ده شكلها دايره. هكمل انا هنا لاخر السطر. تمام اهو، هنا بصوا وصلت اخر السطر. هنا كان التزايد، بصوا هنا المفروض بقى دي قبل الماركر بتاعي 1. هعد بقى 1 2 3 4 5، وفي السادسه هعمل تزايد. بس وانا بقفل وانا اهو عند الماركر لازم اعد مثلا دي 1، بس هقفلها القفله بتاعتي اللي هي ايه، بالشكل ده قفله بدايه كل سطر. واكمل ده، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 5 6، هعمل بيها ايه، تزايد. وابدا بقى هنا اعمل بقى كاني ببدا سطر جديد بس في نفس السطر. يعني مثلا هبدا بقى اشتغل ايه، شايفين هنا اهو، هنا عملت السادسه، هبدا بقى اكمل هنا 1 2 3 4 لحد السبعه. السبعه هي اللي هعمل فيها ايه، تزايد. وابدا بقى اشتغل لحد ما اوصل لنهايه السطر، واشتغل بنفس الطريقه في كل مره. هنعمل تزايد بنفس الطريقه. يعني مثلا انا هنا عملت في الغرزه السبعه، هكمل لحد اخر السطر واشوف هل ناقص مثلا غرزتين 3 واكمل السطر بعد الماركر ولا لا، وابدا بقى في الثامنه مثلا اعمل تزايد. فاهمين؟ يعني هنا اهو انا في السبعه بقى جات لي هنا تزايد خلاص في اخر السطر بتاعي، جالي التزايد هنا. هبدا بقى اقفل اهو، بصوا بقفل، شايفين بالشكل ده، واحط الماركر بتاعي. لازم نقفل القفله دي واحط الماركر بتاعي. اكمل بقى انا بالطريقه دي لحد تزايد بقى. كل مره بتزيدي مثلا هنا هنعمل تزايد في السطر ده، هنعمل تزايد في السلسله الثامنه، السطر اللي بعده هنعمل تزايد في السلسله التاسعه، لحد ما اكبر كده ايه الدايره معايا. انا هبدا اشتغل بنفس الطريقه. يا رب تكون الطريقه واضحه. هكمل بنفس الطريقه وارجع لكم بقى نشوف بعد كده هنعمل ايه. هنا بقى خلصت اهو، وصلت لحد ما وصلت للتزايد ال14، يعني وصلت للسلسله في التزايد ال14. تمام، هنا بقى خلاص هقفل السطر عادي، بقى لي كام واحده كده هشتغلهم عادي، وبعد كده اقفل السطر عادي بطريقه عاديه جدا. وهوريكم كمان نقفلها بطريقه محترفه. بصوا الدايره طلعت دايره كده، ما طلعتش سداسي ولا اي حاجه، ولا شكل سداسي ولا الشكل اللي احنا ايه بنعتاد عليه لو احنا شغالين بنفس طريقه التزايد بتاعنا.
هنا بقى طبعا عشان ده خيط مكرمية مصري بنلسعه مش بنقصه عشان ما ينسلش معانا. وابدأ اسحب الخيط كده واجي، شايفين السلسلة دي؟ في السلسلة اهي بصوا، بدخل كده من تحتها واسحب الخيط بالشكل ده، واجي بعد كده اهو في السلسلة دي في النص كده وادخل واسحب الخيط عشان يكون لي سلسلة عادية جدا. شايفين بقى بقت سلسلة اهي. وانضف بقى الشغل عادي جدا، هنضف الخيط كده عادي جدا. تمام بالشكل ده. شايفين بقى الدايره اهي. ممكن بقى تشتغلي لو انت حابه تكبري الدايره بنفس الطريقه دي. تعالوا بقى نقيسها ونشوف بقت كام، عشان لو انت بتشتغلي بخيط اقل او ارفع من كده، يعني حوالي 24-25 سنتي. شايفين؟ بس تعالوا بقى نشوف هنعمل القطعه التانية ازاي. اول حاجه برتفع بقى سلسله كده، تمام، بعمل عقدة البداية وارتفع سلسلة واشوف بقى مقاس السلسلة قد ايه علشان حسب الدايرة بتاعتي. تمام، على حسب الدايرة بتاعتي. هنا برتفع سلسلة عادي جدا من غير اي اعداد او اي حاجة، بس انا بعد لما بعملها بقيس كده. بصوا بشوف هل وصلت لعرض الدايرة بتاعتي للقطر بتاعها ولا لا. لسه ما وصلتش. هنا اهي خلاص وصلت. بصوا القطر الدايرة بتاعي اهو خلاص. شايفين بعملها ايه بالظبط؟ وابدأ بقى ارتفع سلسلتين، تمام، وابدأ بقى اشتغل عواميد رايح جاي، عواميد بلفة عادية جدا. تمام، واجي ادي 1 2 وفي السلسلة الثالثة السلسلتين دول بمثابة عمود. تمام اهو. اعمل بقى عواميد عادية جدا، في كل سلسلة هتقابلني عمود بلفة. هنا اهو عملت العواميد. هبدأ بقى ارتفع رايح جاي عواميد رايح جاي عواميد لحد ما اوصل للقطعة بتاعتي، وهقول لكم دلوقتي مقاسها قد ايه. شايفين؟ خلاص اهو وصلت المقاس بتاعي خلاص. هو ده كده. هبدأ بقى اشتغل داير ما يدور على القطعة دي غرز حشو. تمام، هشتغل بقى غرز حشو فين؟ تعالوا نشوف. هرتفع سلسلة وتعالوا نشوف هنعمل ايه. تمام، ارتفعت اهي سلسلة. هبتدي بقى اشتغل القطعة بتاعتي. شايفين بقى هنشتغل فين؟ بصوا ده عمود بلفة، مش هشتغل في داخل العمود علشان ما يبقاش فيه فراغات عندي. شايفين؟ ما يبقاش ده فيه فراغ عندي وانا شغالة، او لما اجي اخيط القطعتين في بعض ما يبقاش فيه فراغات في الشنطة. هشتغل بقى غرزة حشو. ادي اول واحدة. بصوا هتلاقي هنا فراغ كده اهو، ده هنشتغل فيه غرزة حشو، وفراغ اللي بعده غرزة حشو. تمام، شايفين؟ والفراغ ده مش هدخل في الفراغ كده. تمام اهو في العمود ده. بصوا بدخل في الفراغ ده، مش بدخل في الفراغ نفسه عشان ما يبقاش عندي فراغات كده في الشنطة. تمام، هبدأ بقى اشتغل اهو. شايفين الفراغ ده كده؟ هبدأ اشتغل غرزة حشو. الفراغ ده غرزة حشو. تمام، بصوا هدخل بقى ايه في الفراغ كده في العمود نفسه، وابدأ بقى اشتغل غرز حشو. مش هشتغل كورنر ولا اي حاجة، هشتغل بقى غرز حشو داير ما يدور. في كل غرزة هتقابلني غرزة حشو. تمام، كامل بقى ايه الدايره لحد ما اوصل لبدايه السطر اللي انا ابتديته من غرز الحشو بتاعتي. شايفين اهو؟ بصوا بشتغل مش هنا، مش هعمل كورنر، لا هشتغل في اللي بعدها على طول، واكمل بقى ايه للاخر. هنا اهو خلاص عملت القطعه بتاعتي. تعالوا بقى نبدا ايه نخيطها. تعالوا نشوف هنخيطها ازاي. تمام، هبدا اخيط بقى ايه القطعه. نشيل الماركر بقى خلاص كده. تعالوا نشوف هنخيطها ازاي. هخيط بقى بالمقلوب. بصي هنا دي القطعه بالمقلوب اهي، واجي القطعه بتاعتي اشتغل بالشكل ده. تمام تمام. تعالوا بقى نشوف هنشتغل ازاي. تمام، هنا ثبت اهو الخيط بالشكل ده. بصوا بثبت الخيط كده
وبطلع منزلقة كده. هثبت بقى الخيط، خلاص ثبت الخيط. تعالوا بقى نبدأ نشتغل. هنزل الخيط ده تحت كده عشان هو ده اللي هاخده من تحت، تمام. وهاجي بقى في كل سلسلة بما يقابلها. تعالوا هنا بصوا في الضلع الخلفي والضلع الامامي بالشكل ده، كل سلسلة بما يقابلها، وابدأ اخد الخيط اللي انا نزلته ده اطلع منزلقة، تمام اهو بالشكل ده كده وكده، واطلع منزلقة بالشكل ده كده. اهو زي ما انتم شايفين كده. هكمل بقى انا كل سلسلة بما يقابلها في الدايرة كلها. بصوا بقى همشي كده داير ما يدور، تمام، لحد بقى ما يعني القطعة دي كلها. بصوا اهي هدخل كده عادي عادي، هكمل عادي، هتاخد بقى شكل الشنطة معايا. اكمل انا لاخر القطعة بتاعتي اهو. بصوا شايفين هنا، بصوا اهي بوريكم ازاي هكمل عادي. هنا وصلت اهي للسطر ده عادي، بكمل عادي جدا كأني ماشية عادي، تمام. هكمل بقى ونوصل لشكل الشنطة ونشوف شكلها عامل ازاي. هنا اهو بعد ما خلصت، شايفين شكلها بقى شكلها حلو قوي. شايفين خدت الشكل ازاي؟ شايفين اهو. بس هبدأ بقى اثبت السوستة هنا. بس في حاجة تاني عايزة اقولها لكم. قبل ما نثبت السوستة هنعمل بس حركة كده علشان تثبيت السوستة يبقى كويس معايا، تمام. هاجي اعمل ايه بقى؟ هاجي هنا بصوا انا الاول هنا هقفل ايه الخياطة بتاعتي اللي هي ايه يعني عادي. شايفين بصوا هسحب كده اهي يعني سلسلة، وابدأ ألسع بقى الخيط وانضف الخيط عادي، تمام. تعالوا بقى اقول لكم على التركية اللي هنعملها عشان السوستة تظبط معانا. وهي ان انا هجيب، شايفين الحرف ده، هبدأ اعمل فيه بقى منزلقة، هعمل فيه سلاسل كده منزلقة علشان شكلها تثبت معايا وتبقى شكلها حلو كده وتمسك نفسها. شايفين انا عملت ايه؟ هبدأ بقى اهو اول سلسلة هبدأ بقى اشتغل سطر كده منزلقة، هعمل سلاسل بالشكل ده. شايفين بصوا هدخل تحت السلسلة كده واسحب منزلقة تحت السلسلة كده واسحب منزلقة، واكمل بقى لحد الاخر في القطعة الامامية دي كده، تمام. بس وهثبت السوستة عادي بقى، هخيط السوستة عادي. وانا استخدمت بقى في الشنطة دي ايد جلد علشان يبقى كونتراست كده مع السوستة بتاعتي. حابة تعملي ايد عادية اعملي ايد عادية عادي جدا بسلاسل عادية، ممكن تشتغليها غرزة حشو بالعرض زي ما انت حابة، ممكن تشتغليها بغرزة اللاسيه زي ما انت حابة، تمام. شايفين شكلها هنا بقى هبدأ اثبت السوستة بس. وتعالوا بقى نشوف شكلها عامل ازاي في الاخر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة. شكرا لكم.